قبل ما تبص على الترمومتر بص على القطيع. انا مهندس سيد عيسى وجاي افيدك في مجال الدواجن. الكتكوت هو اللي بيحكم عليك من اول ساعه، عشان كده في اختبار بسيط اسمه اختبار الحويصله، وده بيتم بعد ساعات من وصول الكتاكيت. خد عينه من الكتاكيت من اماكن متفرقه من العنبر، امسك كل كتكوت واضغط برفق على الحويصله. لو لقيتها لينه يبقى الكتكوت شرب ميه وما اكلش، يبقى لازم تراجع التعليف. ولو لقيتها متحجره يبقى اكل وما شربش، راجع الميه. ولو لقيتها فاضيه خالص يبقى لا اكل ولا شرب، ودي اخطر حاله في التحضير. لازم تكون الحويصله لينه وناعمه، يعني الكتكوت اكل وشرب كويس. اختبار الحويصله اختبار مهم لتقييم تطور الشهيه. وفي اختبار تاني مهم جدا بعد 6 ساعات، قياس حراره الكتكوت نفسه. لو مش دفيان واطرافه بردانه مش هياكل حتى لو الترمومتر مظبوط. الحل فرشه دافيه حرارتها 28 درجه، وفرشه مستويه مفيش فيها واطي وعالي، عشان ما تعملش ما يسمى بالجيوب الحراريه. الخلاصه اللي يظبط اول 48 ساعه بيكسب الدوره كلها. استنوني في حلقه جديده من سلسله صناعه الدواجن. تابعني عشان تتعلم اكتر وتعرف خبايا واسرار الصناعه.